السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنخزن الورق العنب بطريقة سهلة جدا. طبعا ورق عنب مالي السوق، فهنخزنه مع بعض بطريقة سهلة. طبعا معايا الفيديو الاخر، قناة اكل زمان في مطبخ ايمان على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. تنسوش اللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. تعالوا يلا بينا نبدأ الفيديو. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة، انا ما جبتش كمية كبيرة من الورق العنب، انا جبت بس نص كيلو. انا بجيب نص كيلو بنص كيلو او كيلو بكيلو، تمام؟ فبس انا جبت نص كيلو. ان يعني لقيت في ناس كتير بتقول ورق العنب هيبدأ ينزل شوية، يعني اسعاره هتنزل عن كده، تمام؟ فانا جبت نص كيلو ده، وبوريكم الورق زي ما انتم شايفين. وكمان انا غليت ميه على النار، حطيت ميه في حله، واول ما بدات تغلى بالشكل ده نزلت بالورق العنب كله كده، تمام؟ زي ما حضرتك شايفه نزلت بالورق العنب كله كده بالشكل ده، واديته تقليبه لحد ما لونه ما بدا يتغير، اللون الاخضر بدا يبان باللون، يعني يتغير باللون اللي حضرتك شايفاه ده. ببدا اشيله من الميه دي، بحطه بس الاول حاجه اجربها. طول ما العنقود بتاع ورق العنب طلع معاكي يبقى كده خلاص، تشيليه بقى، ما تزوديش عن كده كمان عشان احنا هنعينه في الفريزر، فيبقى اقل سنه عن كده، تمام؟ بس فبتشيليه وتحطيه في ميه ساقعه، او على مصفى على طول، وترشي وميه ومصفى تحت الحنفيه بميه ساقعه عشان ما يكملش السوا بتاعه. بس كده انا خلاص خلصت كل الكميه بالشكل ده. ببدا بقى بقعد كده مع نفسي افرد ورقه ورقه واشيل منها العنقود. انا بعمل الطريقه دي دايما، الطريقه دي بتاعت والدتي، ودايما ربنا يديها الصحه بتعمل بالطريقه دي. وحماتي الله يرحمها ويغفر لها دايما كمان كانت بتعمل بالطريقه دي. طبعا لو انتوا عندكم في طرق كتير جدا شايفاها على النت بقالي كام سنه، بس بصراحه ما جربتهاش. لو حد جربها وعنده خبره يقول لي ونجربها سوا، تمام؟ في ناس سمعتها بتقول اللي هي بتشيلها زي ما هي، يعني بترصها وتشيلها من غير سلق، واول ما بتطلعها بتسلقها. انا ما جربتهاش، نبقى نجربها مره ان شاء الله في ربع كيلو. وبكده خلاص انا هبدا افردهم كلهم زي ما شفت كده، بفردهم كده. وبعدين اسويهم في كيسين، عشان ده نص كيلو. انا ممكن احطه، بحب اعمل في كيسين، يعني كل كيس يعني ربع كيلو. بس هو حب يعني عشان اعمل حله صغيره. ممكن لو عندي حد او احب اعمله على يومين اعمل الحله يعني النص كيلو خلاص. وبكده وصلنا اخر الفيديو. كانت معاكم ايمان هلال، قناتي ومطبخي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان. وان شاء الله ان شاء الله فيديو جاي يبقى نطلع كيس من الفريزر منهم ونعمله ونسويه مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.